اعتقد بان المدرب الحسين عموته يقف عند بعض الاسماء، خاصه الاسماء الشابه. جول جول رباطي في هذه الاثناء، هدف رباطي في هذه الاثناء. الفتح الرباطي بالفعل يتمكن من افتتاح باب التهديف عن طريق اللاعب ادم النفاتي. ادم النفاتي بالفعل يفتتح باب التهديف. شوف ايوب سكوما والتسديده بعد ذلك مباشره الى المرمى الوداد البيضاوي. الزوار يتقدمون في هذه الاثناء، نعم، عن طريق اللاعب ادم نفاتي. سوء التغطيه الدفاعيه وتسديده كانت قويه جدا. كان هناك التمويه بالفعل من طرف اللاعب يوسف بالعمري، حجب الرؤيه تماما على حارس المرمى محمد رضا التقناوتي، وبالتالي نعم هنا هدف رباطي عن طريق اللاعب ادم نفاتي. اذا تتغير النتيجه في رونار اللي خاضت المباراه السابقه الى جانب محمد الناهري اللي لعب تقريبا 60 او 65 دقيقه. كره خطيره والثاني جول رباطي ثاني عن طريق ابراهيم البحري بالفعل ينسل بشكل ممتاز وسط المدافعين الوداديين ويتمكن من هزم الحارس محمد رضا التقناوتي. اذا تتغير النتيجه والافضليه دائما الرباطيه. مروان وداني في العمق، شوف هنا كره مهيئه في دار المدافعين، وبالتالي دون تردد ودون انتظار هنا يحصل الكرة ثم يسدد في الركن الأيمن لمرمى الحارس محمد رضا التقناوتي. إذا تتغير النتيجة ودائما الأفضلية للزوار، هذه المرة عن طريق صاحب الخبرة لاعب إبراهيم بحري، لاعب السابق للنادي السينجل البيضاوي بالعودة إلى دوري الأضواء. كرة في وسط الميدان تصل للاعب بدر قدارين، يدخل للمنتصف بالفعل مباشرة للسعيد، يحول إلى الجهة اليمنى ونجم يدخل مع خضروف ونجم ركلة جزاء، ركلة جزاء نعم. والانذار في هذه اللحظات ياسر يا جاريسي. الخطأ كان موجود وسنتابع الإعادة لخطأ لاعب ياسر جاريسي على بعد 3 دقائق من نهاية الجولة الثانية والمباراة ككل. إذا ركلة جزاء هل يقلص الفارق نادي الوداد البيضاوي؟ هذه الإعادة مجددا، كرة اللاعب أناجم، عملية ثنائية ممتازة بين خضروف وأناجم. مثل هذه الاختراقات هي اللي كلنا نتمنى نشاهدها من جانب الوداد لما يلعب الثنائيات أناجم بهذه الصورة مع عبد العظيم بالخضروف. تحضير كان رائع جدا من اللاعب خضروف. هنا العرقلة وبالتالي ركلة جزاء فابريس سونداما، ومن يتقدم لتنفيذ ركلة جزاء في ظل غياب المهاجم الليبيري ويليام جيبور صاحب 19 هدف في البطولة. رقم 19 فابريس سونداما يستعد على بعد دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي. هل يأتي هدف تقليص الفارق من قدم اللاعب الكونغولي فابريس نجيسي؟ اونداما تيازي يعطي إشارة التنفيذ، يتقدم فابريس، هو فابريس جول ودادي نعم. فابريس سونداما يبقي الامل للوداد من اجل تعديل النتيجه. لم يتبقى الكثير ولكن لا شيء حسم بعد هدف اللاعب فابريس نكيسي اونداما، الحارس في جهه والكره في الجهه المقابله. طريقه مميزه في تنفيذ ركله الجزاء من فابريس نكيسي اونداما. رائعه هذه الطريقه من المهاجم الكونغولي.